مقتل شاب مغربي في أحد أحياء إيطاليا، بالضبط في ميلانو. عمره 28 سنة، كان يدور في أحد الأحياء اللي يبيعوا فيها المخدرات واللي يتاجروا بها في حاجات أخرى. الشاب المغربي ما عندوش أوراق، 28 سنة، كان تحته سلاح. وقت اللي جت الشرطة الإيطالية تعمل في دورة روتينية في الحي هذاك في ميلانو، جبد المسدس متاعه ووجهه على الشرطة الإيطالية. في الوقت هذاك المسدس متاعه ما فيش وماهوش مشارجي. يا اخي الرفلكس بتاع الشرطة الإيطالي جبد ديريكت وعطاه ديستانس قصيرة بيناتهم، عطاه في راسه ديريكت. قلت له الله يرحمه إن شاء الله وينعمه وربي يصبر عائلته. هذيك هي معناها باش تدخل تخدم في امور هكا وهز معك سلاح ومخدرات، راك توقع انك تموت في اي لحظه في اوروبا. خاطر جيست انك تهاجم وتتكيه البوليسي في فرنسا ولا في بلجيكا ولا في ايطاليا راه عنده الحق يديري عليك. ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه وربي يصبر عائلته.